السلام عليكم ورحمة الله. قناة كاتي وبيب والمطبخ ترحب بكم من جديد بعد غيبة طويلة. غنرجعو معكم بهذا الفيديو ان شاء الله باش نصايبو العسل. هنا كما تتشوفوا جوج قوالب ديال السكر هاهما، حيت لهم الريوسة حطيتهم لتحت. هاد جوج قوالب ديال السكر غنكبو نديرو بمعنى القالب فيه 2 الكيلو، يعني عندنا هنا 4 كيلو ديال السكر. غنضيفو عليهم 2 لتر ديال الماء وغنخليوهم ليلة كاملة حتى للصباح، وغادي ديك الساعة نوريو لكم كيفاش تخدموا العسل. دابا ان شاء الله بحول الله غنكبوا الماء. لاحظوا غنكبوا الماء فوق الرؤوس ديال السكر كما تتشوفوا. كما قلنا 2 لتر ديال الماء مقابل 2 قوالب ديال السكر اللي هما 4 كيلو ديال السكر. العسل ديال السكر راه تيجي حسن من العسل ديال سنيده، لان السكر تيكون كونسونطري ماشي بحال سنيده. هانتوما كما تشوفوا القالب راه بدا يطيح شويه تينزل. كما قلنا غنخليوه ليله كامله، وفي الصباح غادي نبداو نوريو لكم كيفاش نصايبوا العسل اللي غنخدموا به ان شاء الله الشهيوات ديال رمضان بحول الله. السكر ديالنا من بعد ما بات ليله كامله ها هو تتشوف فيه داب. هذا هو المكون كيفاش ولا. دابا ان شاء الله غنضيفوا عليه المكونات اللي غادي تنسموا ونحطوه فوق النار. ديك الساعه نقول لكم اش غديروا. هنا هذه هي المكونات اللي غنضيف على السكر. عندي هنايا واحد النجيمه حتى الجاد ديال الباديانه، عندي هنايا شويه ديال القرفه، وعندي هنايا واحد الكموسه درت فيها معلقه صغيره ديال اتاي، وهنا واحد الحامضه كبيره غسلتها مزيان وقطعتها دوائر بحال هذا الشكل. هاد المكونات بربعه كلها غنضيفها على السكر مع 2 قوالب ديال السكر كما قلنا و2 لتر ديال الماء. غنضيفوا عليهم هاد المكونات وغنديروهم على نار مهيله متوسطه، ماشي مهيله متوسطه. وفاش نسمعوا الصفاره كتصفر غنخليوه لمده 45 دقيقه ونطفيو عليه وغيكون العسل ديالنا موجود. دابا غنضيف هاد المكونات. دابا المكونات غنضيفوها كما قلنا ونحطوا الكوكوط ديالنا فوق نار متوسطه. هانتوما كما تشوفوا الصفاره بدات كتصفر. دابا غنحسبوا 45 دقيقه، ولكن قبل ما نبداو نحسبوا غادي نقصوا على النار، غادي نجعلوها نار مهيله خفيفه، ماشي مهيله، غتكون غير نار خفيفه، ما تكونش البوطه مجهده وما تكونش ثاني ناقصه بزاف. هذا هو العسل ديالنا كما تتشوفوا، هو وجد. باش تعرفوها من السيترون تيولي عنده واحد اللون ذهبي. هانتوما غامق، شتي هذا تيدل على ان العسل وجد. كما قلنا هذا العسل غنخليوه ليله كامله حتى تيبرد باش تبان لنا النتيجه واش نجح ولا ما نجحش. ولكن انا متاكد 100% لانني ديجا مجربه في العديد من المرات. هذه طريقه سهله ماهله، ما تخافوش منها. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديالي وتجربوها بالصحه والراحه. ورمضان ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وطولة العمر.